وضوح الرؤية والغاية، طموح كبير ماله نهاية، وحزب النور رفع راية وضوح وطموح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على محمد إمام المرسلين وهادي الشباب إلى أفضل السبل وإلى الطريق المستنير. ثم أما بعد، أيها السيدة والسادة، أبنائي وبناتي، الضيوف الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مما لا شك فيه أن الشباب من أهم مكونات المجتمع، فهم وقوده الذي يكسبه الطاقة الموجهة له، والتي قد تكون طاقة بناء فترتفع بالمجتمع وتبني به حضارته، وإما الأخرى فتهوي به إلى مهاوي التخلف والجهل. من هنا كان اهتمام حزب النور بالشباب من أهم وأجل الاهتمامات التي يركز عليها بما يصلح به المجتمع، بدءا من التربية والرعاية وتوفير كافة الاحتياجات، وانتهاء بكيفية الاستفادة من كل طاقات الشباب للنهضة بهذه الأمة. أيها الإخوة والأخوات، الشباب هم أطفال الأمس وعماد الحاضر وقوة المستقبل، وهم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء كل مجتمع، فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل لهذا المجتمع. كما أن الشباب يستطيع بالتعاون بين بعضهم البعض وبينهم وبين شرائح المجتمع على الرقي بالمجتمع وحث الآخرين على المشاركة الفعالة في تقدم المجتمع وازدهاره. كما أن هذا الدور ينعكس إيجابياً على بقية شرائح المجتمع تأثيراً وتأثراً بدور الشباب الهام في المشاركة المجتمعية بشتى صورها. أكرر لحضراتكم أن لهذه الأسباب وأسباب أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها تؤكد على أهمية الشباب ودوره، ولهذا جاء اهتمام الحزب ترجمة عملية لهذا المؤتمر لكي يعبر عن مدى حرص حزب النور على الاستفادة من هذه الطاقات والإبداعات لتنفع البلاد والعباد، والتي هي من أهم ما يميز أداء الحزب، وهو توسيع دائرة المشاركة وتحمل المسؤولية لتنمية وازدهار المجتمع. إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر المبارك إلى عدة نواحي: المشاركة الوطنية، والتي تعد من إحدى أساسيات الرقي والتقدم وبناء المجتمع والتأثير في كثير من القرارات التي تهم المجتمع، كالمشاركة في الانتخابات بكل أشكالها، نقابية ومحلية وتشريعية، سواء بالترشح أو بالانتخاب. ونشكر لإدارة البلاد في هذه الفترة الاهتمام الملحوظ والمشاهد من أغلب أجهزة الدولة بهذه القضية، وهي مشاركة الشباب. ولكن في نفس الوقت نطالب أن تكون هذه المشاركة تشمل جميع طوائف الشباب دون تمييز أو تفريق على أساس انتماء حزبي أو أيديولوجي أو فكري، فنحن جميعاً ركاب في سفينة الوطن، ولا بد من المحافظة عليها حتى تبحر بنا جميعاً لنصل إلى شاطئ الازدهار والتقدم والرخاء. إننا نتطلع من خلال مؤتمركم المبارك إلى المشاركة بقضايا الرأي العام والمناصرة لقضايا حقوق المرأة
والطفل والفئات المهمشة، والحصول على حقوقهم والتي كفلها الدستور في إطار ضوابط ما نصت عليه المادة الثانية، وهي تحكيم الشريعة الإسلامية. ويأتي ذلك من خلال التطوع والمشاركة في مؤسسات المجتمع المحلي وجمعيات المجتمع المدني، وتوجيه خدماتها لخدمة المجتمع بدلاً من خدمة أغراض من يمول هذه الجمعيات. إننا نتطلع إلى مشاركتكم في الحفاظ على هوية هذا الوطن وإبراز تاريخه المشرق من خلال استدعاء البطولات الفذة الماضية وإبراز رموزها، ومقاومة دعوات التغريب والتخريب لثوابت هذه الأمة. إننا نتطلع إلى مشاركتكم في تحسين صورة الإسلام ومقاومة من يحاولون تشويهها بالأفكار والتصرفات المنحرفة الضالة التي من شأنها أن تفت في عضد الأمة عن طريق تخريب عقول شبابها ليصبحوا معاول هدم بدلاً من أن يكونوا أدوات بناء. إننا نتطلع إلى مشاركتكم بالجهد والفكر والرأي في مقاومة ظاهرة الفساد الخلقي عن طريق نشر الإباحية والشذوذ والإلحاد وغيرها من الأفكار والأخلاقيات الهدامة، وكذا مواجهة انتشار الإدمان سواء بالتدخين أو المخدرات، وإنقاذ شبابنا وفتياتنا من براثن هذا الخطر اللعين. إننا نتطلع إلى مشاركتكم العملية والفكرية والبحثية لمحاولة إيجاد حلول للمشكلة الاقتصادية والتي تعاني منها البلاد، وأقترح أن يكون ذلك من خلال عمل حلقات حوارية وورش عمل متبادلة بينكم وبين أهل الاختصاص لمحاولة التعرف على أسباب هذه المشكلة ووضع الرؤى والحلول لكي تكون نظرة عملية. وأقترح على سبيل المثال تبني نشر ثقافة استخدام المنتج المحلي مع محاولة تحسينه ليصل إلى مرتبة المنافسة مع المنتج المستورد. اقتحام سوق العمل وبالذات المشروعات الإنتاجية، وعدم الاعتماد والانتظار في طابور الوظائف الحكومية، وبالذات مشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. إن تطلعاتنا وآمالنا وأحلامنا كثيرة وكبيرة. نحن الجيل الذي كاد أن يرحل، وكلنا ثقة بأن الله عز وجل سيكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح. وأنتهز هذه الفرصة ومن خلال هذا المؤتمر المبارك الموقر، وبسم الله وعلى بركة الله ندشن سويا تكوين اللجنة الشابة والهامة، لجنة الشباب بأمانة محافظة الإسكندرية بحزب النور. وهذه اللجنة التي تحظى باهتمام بالغ من جميع قيادات وكوادر الحزب، وتضع فيها آمالا وأحلاما كبيرة. وأنتهز هذه الفرصة وأعلن لحضراتكم من خلال موقعي كأمين للحزب بمحافظة الإسكندرية أنني أجتهد بإذن الله تبارك وتعالى بأن أضع كافة الإمكانيات وأن أحاول أن أذلل كافة المشاكل والصعوبات التي قد تعترض مسيرة هذه اللجنة الهامة. ولكن لا يفوتني إلا أن أهمس في أذن أبنائي ألا تنسوا أن تضعوا خبرات وحكمة الشيوخ في ظل ما تقومون به وحماسة الشباب. نسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يتقبل منكم وأن يسدد خطاكم لرفعة هذا الوطن. وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوتي عشان بلدي لحزب النور، فأنا صوتي عشان بلدي لحزب النور.